السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في حلقة جديدة في برنامجكم ثرو باص. النهاردة جايين نتكلم عن الدوري الإنجليزي، الجولة ال21، التعادلات تضرب الجولة ال21. بس قبل أي كلام نرحب بكابتن محمود نبيل. ازيك يا بيلي؟ عامل يا كابتن؟ عامل ايه يا بلبل؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الدوري الإنجليزي لسه عارف. برضو مقتنع إن ليفربول هتاخد الدوري ولا التعادل أثر؟ لسه برضو مش واضحة هو الرؤية. طبعا اثر. انت كان الفرق من فتره 11 نقطه، دلوقتي الفرق باربع نقط مع مباراه مؤجله لليفربول. بس برضو لازم عشان ليفربول ياخد الدوري لازم تدعيمات. ليفربول بتلعب من غير باكات من الاخر كده يعني، ومن غير مهاجم. من أرنولد وروبرتسون ده ايه؟ نقطه ضعف كبيره جدا. أرنولد في خط يعني في وروبرتسون نقطه تغطية ضعف ماشي. كبيره جدا جدا من اول الموسم. ماشي، بس انتوا تعتبر اقوى خط دفاع. كنا اقوى خط دفاع، دلوقتي ارسنال اقوى خط دفاع 19 جون بس. ماشي، احنا ما بنكسبش عموما، مش هتفرق. ايا كان انتوا كسبتوا امبارح، كسبتوا توتنهام. بص، هو انا شايف ناس كتير شايفه ان التعادل مع ليفربول مخيب شويه، بس انا شايف ان ده بيثبت ان ليفربول بالنسبه لي هياخد الدوري بنسبه كبيره. هيفنش الدوري قبل اخر جوله او اخر جولتين وهو واخد الدوري. ليه؟ انا شايف حتى هو في اسوأ حالاته في ماتش نوتنجهام فورست نونو سانتوس عامل بصراحه عظمه مع الفريق. فرقه بصراحه بتأدي مباريات مع الفرق كبيره، يعتبر هو الفريق الوحيد اللي كسب طب ما ليفربول في قلنا الدور لك الاول. الكلام ده انا وعمر طب برايك بس يا استاذ ايمن كده، نوتنجهام فورست هتخلص كام؟ هتخلص خامس، مش هتخلص اقل من كده. مش هتخلص توب فور؟ لا. المهم انت لما تشوف ان امبارح ليفربول الجوله الاخيره يعني ليفربول ما كانتش افضل حالاتها، لويس دياز ما كانش في افضل حالاته، محمد صلاح ماكاليستر، يعني في بعض اللعيبه ما كانتش افضل حالات، بس بتتعادل. وكان فيها فرصه في الشوط الثاني، ضيعوا كذا فرصه ان هم يجيبوا جوان. ده بياكد ان حتى الفريق في اسوأ حالاته ما بيخسرش. ده بيدي عامل حفاز للفريق ان هو حتى لو وحش بعرف اكسب، بسبب مدرب. بصراحه انا شايف ان ارن سلوت مدرب كبير جدا. يعني التغييرتين اللي حصل الماتش اللي فات بتاع لما نزل تومياسو ونزل جوتا وسحب كوناتي ونزل تومياسو مين بس؟ اسمه سامكيس. ايه ده فرقه البنايين بتاعتكم. اسمه الباك الشمال يا عم بتاع ليفربول، سيميكاس اليوناني. لما طلع كوناتي المدافع ورجع براكنبرج نص الملعب وزود العدد في نص الملعب وطلع لويس دياز ونزل جوتا اللي هو يعتبر مهاجم، كمهاجم مباشر على الجون افضل من لويس دياز. ده اسفر عن الجون وضيعه كتير. فانا بالنسبه لي ليفربول لسه عنده اقتناع ان هي بالنسبه لها هتبقى بطل الدوري. ماشي، بس لازم تدعيمات برضو. ما عنديش مشكله. يعني انت ما فيش تدعيمات غير ان في 3 لعيبه مش عارفين هيجددوا ولا لا، والاقرب ان هم ماشيين هم ال3. يعني ارنولد من ساعه ما طلع تقارير ان اتفق مع ريال مدريد، هو مش شايف في قلب الملعب. هو خلاص خلص مع ريال مدريد. الفرق دلوقتي هو هيروح في يناير ولا في الصيف؟ نهايه الموسم. ايوه عم، ايا كان يعني هيروح دلوقتي ولا مش هو دلوقتي. كده ليفربول قال ان هو مش هيفرط في اي لعيبه. ايوه، هو من ساعتها مش شايف قدامه. صلاح برضو من ليه يا عم هو بيكسبه؟ هو ماتش صلاح بس، الماتش اللي فات بس يعتبر هو ضيع فرص كتير، بس هو يعتبر بالنسبه لي اكتر من 65% من اهداف ليفربول هم مساهمين. ماشي، ما قلناش حاجه، بس موضوع التجديد مأثر عليه وما لحقوش نفسهم. انا شايف بس اللعيبه كلها هتفنش لنهايه الموسم، يعني كده هتنهي الموسم. ايا كان برضو مأثر عليهم. يعني هتجدد؟ لا مش هتجدد، همشي. وفي تقارير ان الهلال السعودي خلاص خلص مع محمد صلاح وعايز كمان فان دايك. يعني الدنيا مش متظبطه. بس ده مش مأثر على اللعيبه. يعني محمد صلاح بالنسبه لي الكلام اللي بيكتر حواليه هو فان دايك، مش مأثر كتير على ادائهم في الملعب. ممكن ارنولد شويه التغطيه في ظهره عامله ازمه. هو كده طول عمره في التغطيه، بس هي بانت قوي الفتره اللي فاتت. ايوه ماشي، ما انت تيجي تبص اكتر فريق كان بينافس ليفربول 8 سنين اللي فاتوا هو مانشستر سيتي، وانت شايف ان مانشستر سيتي واقع ومفيش فريق تاني هيكمل لنهايه يعني الموسم. معلش، مانشستر سيتي واقع وراح خلص في 3 صفقات. جاب المدافع الاوزبكي من اوزبكستان بيلعب في فرنسا، ومدافع جابه من بالميراس من البرازيل، وبيخلص في عمر مرموش. فرق قد ايه برضه؟ وراح يخلص في كامبياسو. ما عنديش مشكله. ايا كان الفرق، انت بطل الدوري الانجليزي، متصدر الدوري، وقربت من الدوري، فلازم برضه يبقى تدعم. انا ما عنديش مشكله في اللي انت بتقوله، بس انا بكلمك ان هو التدعيمات دي هتفيده اكتر الموسم الجاي. وايا كان برضه اصل انت كده هتنهي الموسم باللعيبه دي. مشكله ليفربول السنوات اللي فاتت كلها مع كلوب ان هو كان بيجي في شهر واحد تلاقيه ماشي كويس ومتصدر، وبتيجي في شهر واحد تلاقي الكيرف نزل، تلاقيه خلص الدوري تحت. وكان في حد بيزق من ورا اللي هو السيتي. انا شايف ان مفيش فريق بينافس بقوه مع ليفربول. ما هو ارسنال رجع لها الروح اهو.
الارسنال بحالات اصعب يعني ماتش تلاقي مثلا الماتش المتاجل بتاع ليفربول ده اصعب ماتش هيلعبه في تاريخه. ماتش ايفرتون ده بالذات معروف عن الماتش ده بالذات بيبقى ماتش صعب جدا. ديربي صح. الميرسيسايد بيبقى صعب جدا. ليفربول وافكرك اهو بقى لها 7 سنين بتكسبهم رايح جاي ايا عادي. كان، ما انا فاهم، بالظبط. بس بيبقى وغير ماتش كده ان صعب في جداً. مشاكل اصلا في ايفرتون. انت بتقول ارسنال بقى 5 سنين بتنافس، ومش بتنافس اول وتاني، لا في موسم او 2. بس هي كده كده فاهمني؟ ارسنال مش هتكمل في مش هتكمل. انا بقول لك الفريق اهو مش هيكمل من غير أنا- مهاجم ومن غير وينج. بالظبط. هم راحوا جابوا نص ملعب من ريال سوسيداد 55 مليون او 60 مليون يورو. ليه؟ العامل ضفه في نص الملعب هتخانق. ده اللي هو الصفقه اللي هم لسه بيخلصوا بتاع ريال بتاع سوسيداد. زوبوميندي. طب انا فين المهاجم؟ فين الجناح؟ عمال اجيب صفقات وانا عندي ديكلان رايس، وكنت لسه جايب صفقه من نص الملعب من مورينيو. سوسيداد برضه، من مورينيو. نيكل مورينيو. طب ليه؟ امال فين فانا فانا دي شايف مشكله ارسنال، يعني انت بتصرف بس بتروح تصرف في الاماكن الغلط. بالظبط. وانت ما عنديش مشكله انك كسبت ليفربول توتنهام. الناحيه الثانيه يعني انا مش عارف والله. يعني انت فريق هتنافس لازم تصرف، يعني لازم 6 في نص هو لسه الملعب، هيصرف. لازم مهاجم، لازم مدافعين، باك يمين وباك شمال ومدافع مع فان دايك، لان كوناتي على طول اصاباته، وسلوت مش مقتنع ولا بجوميز ولا بكوانسو. بس يعني على لازم ارض لازم الواقع هو مدافعين. نتائجه كويس. نتائجه هو كويسة، ما قلناش محتاج. حاجة. انا ما عنديش أيوة مشكله، طبعا. هو محتاج. بس انا بالنسبه لي الفرق لما بتحس ان الفرقه اللي بتنافسك في ضغط وكل ماتش بتكسب بتعمل لود عليك انك انت كمان لازم تكسب. انا اقرب فريق هو الثاني من نوتنجهام فورست وارسنال. ارسنال بقول لك مش هيكمل للاخر، ما عندوش برضو كواليتي اللعيبه ده. احنا ناقصين. يعني انت بتقول ليفربول عايز تدعيمات، احنا عايزين فرقه كامله في الهجوم دي بالذات. يعني انا ساكا شويه بتصاب، مارتينيلي يعتبر بيشطب، خيسوس جاله رباط صليبي. انت عندك في مشاكل في خط الهجوم. بكسب بكسب توتنهام. انتوا توتنهام بتروحوا تجيبوا لعيبه، بتروحوا تجيبوا الدفاع ونص الملعب وبتسيبوا اهم حته اللي هي الهجوم. بالظبط. وانت تلاقيهم يعني يكسبوا توتنهام، يعملوا ماتش قوي قدام السيتي ماتش، ونخسر من مركز شباب الحومديه من اي فريق تعبان. مش فاهمني؟ فانا شايف ان ليفربول هتكمل. الاقرب الارسنال تاني. السيتي هترجع بس عندها مشاكل. ايه المشاكل بقى بالنسبه لك؟ اللي السيتي اللي هي بقى لها فتره 8 ماتشات بتخسر ورجعت كسبت ورجعت يا راجل ده اتعادلت. كان كسبان 2-0 اتعادلوا 2-2 في اخر في الوقت بدل الضايع. لا عندهم مشاكل كتير. قله الفوز وكتر الخساره بيفقد الثقه في اللعيبه. طبعاً. بصراحه انا شايف ان اللعيبه كتر الخساره ما عندهمش ثقه في نفسهم ان ما بقاش انا هرجع ما اكسب. بقاش عندهم شغف زي الاول. بالظبط. دي مانشستر سيتي اللي كانت بتمسك الكوره ما حدش بيتقف منها الكوره، جاب جونين بيدافع. حاجه غريبه. المشكله كانت اقوى حاجه في السيتي ايه؟ الحته الهجوميه من اول نص الملعب لحد قدام. انت عندك من اول اصابه رودري اللي يعتبر محور الاداء بتاعهم، اتصاب ما فيش بديل. جبت كوفازيتش، جوندوجان ما بيأديهاش بنفس الكواليتي. برناردو مش في جبت مستواه. برناردو من على فودن الوينج مش في او فيدون مستواه. لنص الملعب، ففضيت دي اطراف بروين راجع من الملعب. اصابه. انت لما سحبت برناردو وبرناردو وفيل فودن في نص الملعب، انا ما عنديش الاطراف اللي تكمل. دي بروين مش هو صانع اللعب اللي بينزل يستلم من تحت عشان اعوض ان الدنيا فيها خلل في نص الملعب. انا بقى استلم في تلت الملعب الاخير، فانا الكره ما بتوصليش اصلا. بجانب الاطراف دوكو جناح خط ما بيكملش في ظهر، فتحس ان في فجوه ما بين نص الملعب وما بين هالاند قدام. ده عامل مشكله كبيره ولازم يعوضوها بحد في نص الملعب. وبالنسبه لي صفقه مرموش مفيده جدا لجوارديولا. هو الوحيد الجناح المباشر على الجول، مش جناح خط، مش بجري وبرفع او بجري وبرقص، انا بروح بكمل في ظهر ممكن يلعبها المدافعين. مهاجم تاني زي الفاريز كده. دي افضل حاجه. ده دي الحاجه اللي بالنسبه لي مفتقدها، ان هو يكمل في ظهر المدافعين. دي اللاعب ده مش متوفر بنفس الكواليتي ده مع اللعيبه اللي موجوده. بس هو السيتي برضه مش هيقدر يكمل في المنافسه من غير خط دفاع، عشان هو خط الدفاع بتاعه كله بالظبط. اصلا مصاب وما عندوش خط نص مدافع. جوندوجان كده اصلا شط الكوره بقاله سنه او سنتين، وكوفازيتش يا دوبك ينفع بديل في الفرق الكبيره. ايوه بالظبط كده. ودي بروين كده اصلا سنه كبر، وهو يا دوبك بيخلص الموسم معاهم وخلاص. هو محتاجين تدعيمات كتير، عشان كده انا شايف ان هو مش هيكملوا، بس مش المنافسه الشرسه اللي احنا شفناها من السيتي المنافسه اللي هينافسها ممكن ينافس على المركز الرابع بالكتير. انا اعتقد. فانت لما تشوف ان الفرق اللي بتنافس ليفربول، نوتنجهام فورست، استون فيلا، نيوكاسل اللي عامله اداء نيوكاسل هتيجي من تحت، الارسنال، تشيلسي لا بتمشي على سطر وتسيب سطر. فهي ما فيش فريق بينافس طول ما المدرب بتاعه ماسك في المهاجم السنغالي جاكسون ده مش هيعمل حاجه. هو ما عندوش غيره. ما عندوش غيره. لا عنده مين؟ عنده ممكن يلعب بجواو فيليكس مهاجم، ممكن يلعب بالواد اللي جاي من برشلونه مهاجم. انا اسف بس هقول لك على حاجه. بس غير طريقه لعبك. غير طريقه لعب عشان مين؟ عشان جواو فيليكس. مش جواو فيليكس، مش عشان انا ما بقولش جواو فيليكس بالمنطق ان هو جواو فيليكس، بقول لك في لعيبه بره ممكن يغير طريقه لعبه.
انت اسطمبه واحده هلعب بجاكسون مهاجم، لا طب ما نكونكو بيلعب مهاجم مش بيأديها قوي برضه. مش بيأديها، طب ما هو جاكسون ما مش بيأديها، هما ما هو ضيع الاثنين فرص. تعبانين. طيب غير بقى طريقه لعبك. ما هو ما عندوش لعيبه اعرف اروح واجي. مش لازم مهاجم صريح. عنده اللاعب اللي لسه جاي من برشلونه، الواد الشاب 17 سنه مش عارف 17 بالنسبة سنه، للأجنحة مهاجم عنده حلو أفضل. مهاجم حلو ماشي، ما قلناش حاجه. هو ممكن يغير اسلوب لعبه شويه عشان هو مش متوفر لعيبه مهاجمين بكواليتي عالي ده اللي توافق بنتكلم، الطريق. ده اللي انا بتكلم كده فيه. كده قال ان هو الموسم دوت هو ما بينافسش على اي حاجه. هو مش متاح ان هو ينافس على حاجه بكميه بس هو ما عنده بيمشي دي. على سطر ويسيبه سطر. هو برضه على فكره ظهور تشيلسي في التوب فور اصلا ده بسبب ان الفرق التانية كلها ما فيهاش. بالظبط. الفرق أي. الكبيره واقعه بسبب ان الارسنال مش في افضل حالاته، السيتي واقعه، فده ادى فرصه لنوتنجهام فورست، ادى لاستون فيلا، حتى نيوكاسل ما بقتش زي الاول. بس بتأدي على حسب لا بقى لها إمكانياتها، كام بتأدي ماتش ورا بصراحة. بعض. لا نيوكاسل نيوكاسل ده أنا مهاجم نيوكاسل فشيخ. اعتقد ان هي هتخش في الاربعه الاوائل. مين بقى اللي هيفنش 4 بالنسبه لك؟ ليفربول، ارسنال، نيوكاسل، نوتنجهام فورست، وبعد كده السيتي وتشيلسي بالنسبه لي يعني. اتفق معاك، بس ممكن تشيلسي تفنش رابع او خامس. ممكن. وانت يا عمر؟ انا بالنسبه لي ليفربول تاني نوتنجهام فورست، بعد كده ارسنال، والخناقه تبقى على المركز الرابع ما بين تشيلسي ونيوكاسل ومانشستر سيتي، وممكن استون فيلا تخش معاهم. ومانشستر يونايتد اخبارها لسه في القاع ولا صحيت من النوم؟ نافس على الهبوط. لا لسه زي ما هي. على فكره انا مبسوط باللي بيحصل في مانشستر يونايتد. هبوط التراب. انا كده كده اصلا مش عايز اخش اي بطوله اوروبيه الموسم الجاي. وانتوا لو كام دخلتوا سنة يعني بتخشوا بطولات هتعملوا ايه؟ أوروبية؟ هو انتوا احنا كل سنه بنخش بطولات أوروبية. وبتعملوا ايه؟ بنخرج منها ثانيه. بس. كل فرق انجلترا عملت ايه؟ ايه يا عم، الليفر والسيتي. هي الليفر بس. والسيتي ما واصله فاينل، واصله ماشي، سيمي هي فاينل وصلت فاينل وصلت فاينل واحد وخدته. ووصلت قبلها سيمي فاينل. بس بيقول لك يعني ان هم ماشي يعني هما ما انت كده مش منتظر، بس هي لازم يبقى في حاجه. ما هو في الفريق. مشاكل مانشستر آخر دوري يونايتد، واخدينه. مشاكل مانشستر يونايتد كبيره. كتير قوي. بلاش انت بتشجع ارسنال بلاش وهو انت. بيشجع ده احنا ليفربول. 2001. بلاش ده لا احنا واخدينه ميتين. قريب. قريب. ها 30 سنه بس خدوا. احنا بنشعبط في اي ديل حاجه، احنا بعاد قوي. بقى اللي هو دوري كل 30 سنه. ايوه عادي بقى، ما لسه قدامهم كتير على ال 30. هم لسه انتوا كام سنه دلوقتي؟ احنا من 2002 2003 يعني 22 سنه. 22 سنه. حلو، بس فاضل لما لكم نكمل 8 فاضل لكم سنين. 8 سنين 8 سنين عشان ناخد وتجيبوا الجديد. انتوا كام؟ هم كام دلوقتي؟ 2013. داخلين في 12 سنه. لا لسه لا، لسه بدري، بدري. لسه ده لسه قدامكم لسه قدامكم 18 سنه. بالنسبه لي ارتيتا ده لازم يمشي بصراحه. احنا مش ليفربول. اموريم كده كده مدرب كويس، وكده كده الفرقه كلها هتتفور. هو هيمشي برونو وهيمشي راشفورد. مشوا ناس كتير قوي. وجرناتشو. هو كل الفرقه هتمشي. نعم. جرناتشو كان من اللعيبه اللي هي كانت، هو خلاص قال ان هي هتفضل، بس بعد المشكله الاخيره اللي حصلت ديت في شكوك اللي هو يا اما هيفضل يا لا هو جاي له هو عرض من جاي له نابولي عرض 60 مليون طالبين وهيمشي. عارضين 40. لا هم طالبين 50 او 60. هيمشي. وايه العرض بتاع محمد صلاح ده؟ بيقول لك الهلال. بيقول لك هياخد 25 مليون جنيه في اليوم. 25 مليار جنيه في السنه. مليون جنيه في اليوم. ايه الرقم ده؟ هي ارقام كتيره. في صفار كتير قوي. ايوه طبعا. ده الاقرب ان ما جددش مع ليفربول هيروح ده السعوديه. ميزانيه دول. ده لو جمعوا الشرق الاوسط هيجيبوا. هو انا شايف ان هي دي فرصه محمد صلاح الاخيره ان هو. وانا بالنسبه لي ده اخر موسم ليه، او بالنسبه لي هو الموسم اللي المفروض ما فيش حد بينافس كتير قوي على البالون دور او افضل لاعب في العالم. ابرز واحد هو محمد صلاح. هو ما فيش غيره، هو مرموش غيره. تقريبا دلوقتي. يعني حتى كل اللعيبه زي فينيسيوس زي بلينجهام زي لامين بتمشي وتريح، هو الوحيد أيوة. اللي مستمر وشال الفرقه بقاله فتره، فهو الحق ان هو لو كمل بالمستوى ده يبقى افضل حاجه. خلاص بقى انا خدت مثلا بطوله وفي نفس الوقت خدت جايزه فرديه، عاوز ايه تاني؟ ما اروح الهلال الم قرشين زي ما اي حد بيروح يعني. بالنسبه لي يعني. بس هي هترسى على كده. لا يجدد سنه سنتين لا يروح السعوديه. ما اعتقدش، هو حتى طلع في كذا حديث اعلام. هو كل ده كله ضغط على اداره ليفربول. بس اداره ليفربول من الادارات ان هي بعد سن ال 30 مشكله برضو ريال مدريد يقول لك لا هجدد سنه وبعد كده هشوف. هو بطبيعته ما بيدوش رواتب عاليه، حتى ما قبل بيدوش سن رواتب 30. عاليه. قبل سن ال 30 ما بيدوش. أي. يعتبر كده وصلنا لنهايه حلقتنا، وشوفونا في حلقه جديده في برنامجكم السروباص.